اخطاء ليه؟ الخص لك كل الكلام ده بعد كل اللي بيحصل ده من صفقات والكلام ده. انت بتقول لي دلوقتي المستشار مرتضى جمد 4 لعيبه. خليني اقول لك القرارات. لا قول لي بس على القرار ده، صفحته. قول لي على القرار ده. جمد 4 لعيبه صح؟ خصم 25% من مستحقات اللاعبين هذا انا مش الموسم. معاه. خصم 30% من مجموع عقود اللاعبين. مش معاه. الاستغناء عن الجهاز الاداري بالكامل بعد تسريب عقود اللاعبين. ايه تاني يا سيدي؟ قرر طرد ده يعني وفقا للي قايله طبعا مرتضى منصور. قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طرد الجهاز الفني المؤقت بالكامل. ليه؟ ومعه الجهاز الإداري. ليه؟ لأنه يوجد فارق، هو بيقول لك أهو، بين الهزيمة وهي واردة وأنا معاه في الجملة دي تحديدا، ولكن التآمر وحرق المراكب قبل المغادرة بعد أن تلاحظ تعمد الجهاز المؤقت الإبقاء على بعض اللاعبين في الملعب رغم سوء أداء. زي وتقرر منعهم من دخول بوابات نادي الزمالك وتجميد 4 لاعبين لنهاية الموسم لسوء مستواه. اولا اللعيبه، هو ما قالش ال4 لعيبه. بص اللعيبه دي اقول لك انا ال4 لعيبه ولا تكمل؟ قول ولا لا قولهم عشان نتكلم بما يرضي الله. قول. عمرو السيسي. احمد فتوح. ايوه. الزناري. ايوه. دونجا. ده وفقا لمعلومات انا، يعني بعيدا عن ده وفقا للمعلومات. طيب بالظبط. هنقول عمرو السيسي صح؟ طيب الراجل من الماتش اللي قبل اللي فات والراجل ما بيلعبش. عشان عمل مشكله مع احمد عبد لا قبل المشكله، ما هو عمل المشكله ان ما لعبش الماتش اللي قبل ماتش المريخ، واخد بال حضرتك؟ فعمل المشكله. ليه؟ لما لقى نفسه مش لاني بص انا عشان تقنعني هات جهاز فني عشان تمام. ابقى حاطط لساني في بقي. صح. دي رقم 1. رقم 2 مين اللعيب التاني؟ فتوح من بعد ما جه من منتخب مصر ما اتحطش لا في ماتش المريخ ولا الماتش اللي هو اللي فات ولا الماتش ده صح؟ هو ماتش المريخ وده. هقول لك برضو على معلومه عندي. قول. هو مش راضي يجدد. مع انه ما جدد. يعني اللعب حاجه، اسمعني، اللعب حاجه في الظروف دي والتجديد حاجه. مش معاك كابتن رضا. لا معاك. بص الزمالك لاعب فرجاني ساسي، وبرضه الناس قعدت تتكلم على الاحترافيه وان الفرق وفي فرق ما بين انه يجدد ولازم الزمالك يستفيد بيه لغايه اخر نفس. ده محترف. ماشي. ده محترف بياخد عمله صعبه. اسمعني. تمام. ما انت لو تفتكر اشرف قاسم كان ساعتها ايام اللجان في موضوع مصطفى محمد وفرجاني ساسي خد قرار بيهم الاثنين ما يلعبوش. افتكر اول الايام دي. تمام. واخد بالك؟ وما لعبوش. بعد كده هم الاثنين اللي لفوا على اللجان وبعد كده راحوا اعتذروا للعيبه وبعد كده اعتذروا لاشرف قاسم عشان يلعبوا. تمام. بعد ما خد القرار. واخد بال حضرتك؟ بس كانوا ايه بقى؟ كان زمان بيكسب من غيرهم. فاكر؟ ايوه. مصطفى محمد بدأ يتنسي، ساسي بدأ يتنسي والكلام ده. بس هنا يختلف في ايه؟ ان انت لما بيكون عندك لعيب اجنبي ورافض ان يلعب، ما هو انت جايبه بعمله صعبه. ولو قلت له امشي مع السلامه هيروح يرفع عليك. انما انت اللعيب المصري هنا اللي هو ابنك المفروض ان هو يفضل لاخر نفس. لما الموسم ينتهي سلام عليكم. بس هو كله بيقلد طارق حامد. ما هو طارق حامد جه في وقت من الاوقات نادي الزمالك في البطوله الافريقيه كان عايزه. فقال لهم باللفظ كده ما اخشش الخناقه دي. طيب انا عايز اقول لك ان في بعض اللعيبه بتتكلم مع بعض جوه الفرقه وقبل الماتشات، احنا عايزين الموسم ده يخلص باي طريقه علشان يعني اذا كنا نمشي نروح فرقه تانية نروح نادي تاني نروح احنا عندنا مشاكل ما بناخدش فلوس. ليه؟ اتفضل. عشان اللعيبه والفرقه ترتيبهم في سواء في الجدول الدوري او افريقيا انت خلصت عليهم
في كل البطولات، خلصوا عليك يعني خلصوا على نادي الزمالك في كل البطولات.